قبل ما نبدأ في الجزء الجديد من القصة، أنصحك تتفرج على الأجزاء اللي فاتت واللي هتظهر في القائمة اللي في الآي اللي فوق. وأحب أشكر كل الناس اللي بتدعمني بجد، ودي قائمة بالكومنتات اللي سبتوها لي في الجزء اللي فات، وشكرا جدا ليكم ويلا بينا. وبتحس زعيمية الطائفة إن شياو قوته فعلا أكبر من إنه يكون حد بتستنزفه تشين، وبيمثل شياو إنه مجهد جدا بما إنه عامل دلوقتي دور تجسيد مؤسسة الطائفة، وبتجري زعيمة الطائفة عليه وبتحاول إن هي بتحس إنه هو مؤسسة الطائفة بتاعتها. وبيحمد شياو ربنا إن النظام اتطور وأصبح السكينة قادر دلوقتي إنه يعرف كل الأمراض اللي موجودة فيها، وبيمثل شياو إن رجع لوعيه وإن التجسيد الخاص بمؤسسة الطائفة انتهى. وبتطلب منه زعيمة الطائفة إنه يحكي لها كل حاجة حصلت، وبيقول لها إنه اتزق جوه الضريح وبعدها أغمى عليه، وسمع صوت واحدة بتقوله إنها هتعلمه حاجة اسمها إصبع السكينة. وقال يعني إن الست ديت اللي هي مؤسسة الطائفة طلبت منه إنه يعالج الزعيمة الحالية عشان دي المورثة بتاعتها، وهو فعلا بيستخدم شياو إصبع السكينة عليها بنسبة 30% بس عشان يقدر يعالجها بشكل منتظم. وبتحس زعيمة الطائفة بالطاقة اللي بيعملها إصبع السكينة، وبالشكل ده بتصدق فعلا إنه كان مؤسس الطائفة هو اللي بيتجسد جواه، وبتبتدي تكح دم بعدها. وبيتصدم شياو، لكن زعيمة الطائفة بتعرف إنه ده دم فاسد وهي طلعته من جسمها خلاص. وبتعرف زعيمة الطائفة ان هي لو استمر العلاج بالمنظر ده هتقدر تشفي نفسها بالكامل، وبتطلب منه انه يتابع العلاج بعدها. وبيعتذر لها شياو وبيقول لها ان طاقته استنزفت بالكامل، وده لان المهارات القتاليه بتاعته ضعيفه جدا وما عندوش اي تقنيات فيها. وبتحس زعيمة الطائفة انه حتى لو عنده مهاره علاجيه مميزه جدا بسبب مؤسسة الطائفة، فهي اي مهاراته القتاليه التانية ضعيفه جدا. وبتستخدم طاقتها القتاليه عشان تتحكم في الدم اللي على الارض، وبتجمعه بعدها في كتله واحده، وبتوجهه بعدها ناحيه شياو. وبتعرفوا ان التعدي على حرمه جداريح الاجداد حاجه عظيمه جدا وهي لازم تعاقب. وبتعرفوا انه ما ينفعش يمسح الدم اللي على الهدوم دي مهما حصل. وبتكون تشين واقفه بره وقلقانه جدا على شاو بسبب جسمه الفاضل. وبتخرج زعيمة الطائفه بعدها وبتسال تشين ايه اللي حصل، وبيقترح عليهم المنافذين ان هو لازم يقتلوه ويعاقبوا. وبتعرفهم زعيمة الطائفه ان هي اتعاملت معاه وخلاص. وبتسالها تشين انت اتعاملت مع شاو ازاي يا معلمه. وبتعرفهم ان هو هيخرج قريب ويقدروا يسالوه بنفسهم. وبيخرج شاو في منتهى الانكسار وبيقول لها شكرا انك اظهرت الرحمه ليا. وبتتصدم تشين من مكان بقعه الدم اللي حصلت دي ومكان الاصابه، وبتكون مذهوله جدا من اللي حصل لشياو. وبتحس تشين بخساره عظيمه جدا ان هي دلوقتي مش هتقدر تستنزف طاقته خالص. وبيكون المنافذ لسه برضه عايز يعاقبه بالموت. وبتعرفوا زعيمة الطائفه ان خلاص الموضوع انتهى وهي عاقبته. وبتعرفوا ان شياو يوم من هنا ورايح هيكون شغلته ان هو يمشط لها شعرها. وبينتقل بينا المشهد بعدها لسكن قائده الطائفه، وبيحكي لنا شياو ان اللي حصل ده بسبب ان زعيمة الطائفه كانت عايزه تجنبه العقاب قدام الناس، وان في الوقت الحالي حياته بقت احسن بكتير بسبب انه بقى الخادم بتاعها، وانه حاليا بيعالجها باستخدام اصبع السكينه بنسبه 30% من قوته بس كل يوم، وانه التعايش مع واحده زيها سهل جدا، وانها مثقفه جدا وبتحب تقرا روايات كمان. وبيحس شياو انها مختلفه جدا عن كل السيدات اللي موجودين في العشيره. وبيبتدي شياو بعدها انه يلف في الطائفه عشان يوقع البنات في حبه. وبيكون الشباب متغاظين منه جدا ان رغم اصابه اللي هي عملتها له زعيمه العشيره قدام الكل، لكن البنات كلها بتحبه ومعجبه بيه. والبنات فعلا بتقف في غرامه وبتقول لهم حتى مهما كانت اصابته فهو احسن منكم يا شويه كلاب. وبيثبت واحده فيهم بكلمتين، وبيديلها ورده وبتكون هي مغرمه جدا بيه. وبسبب ده الشباب بيكونوا خلاص على اخرهم وهيموتوا منه. وبيكونش هو بيعمل كل دوت عشان يكسب نقاط الاصل بتاعته منهم، ومش بيكون مصدق ان حتى مع انه يجمع 100 نقطه اصل مش قادر يطور اصبع السكينه اكتر من كده. وابتدى يحس ان الناس اللي في العشيره ابتدت تتجنبه، عشان كده هو محتاج طرق تانية عشان يعمل نقاط اصل كتير، لانه بالشكل ده مش هيقدر يطور مهاراته بشكل اسرع ويكون هو ابن تشين عشان ينتقم منها. وبيبتدي يفكر في استراتيجيه جديده جدا. وبينتقل بينا المشهد بعدها بنص، وبيسأل الشخص ده اذا كان هو الشخص اللي بيبيع الكتب بتاعه الفتى الموقر المستقيم. وبيكون شياو متنكر وبيقول له ايوه، وبحذرك ان الكتاب اللي معايا ده في منتهى القوه، مش كده بس لا ده كمان اسلوب الكتابه فظيع جدا وكمان في صور توضيحيه لكل حاجه. وبيتفقوا بعدهم على السعر. وبنفهم بعدها ان الكتاب ده بعنوان تشين الفتاه الشابه، والكتاب بيكون بيشاور في سمعه تشين لاقصى درجه ممكن يتخيلها اي حد. وبينتقل بينا المشهد لبيت تشين بعدها، وبتفتح الخادمه بتاعتها الكتاب اللي الناس بتتداوله في السوق كله. وبتتصدم من اللي بتشوفه تشين بتكون متعصبه جدا بسبب اللي بيحصل في سمعتها في العشيره. وبيكون شياو مصدوم ان في شخص اسمه يونغ اللي بيديله نقاط اصل بشكل كبير جدا بسبب نوع التقدير. وبيستلم كمان نقاط اصل من تشين بسبب كميه الغضب اللي هي بتكون فيها. وبينتقل بينا المشهد تاني يوم في السكن بتاع قاده الطائفه، وبيكون الشياو موجود ببساطه عشان يعالجها. وبيحس شياو ان قاده الطائفه فيها حاجه متغيره، وبيستخدم عليها اصبع السكينه. وبتتعمل بعدها قاده الطائفه عشان تثبت الزراعه بتاعتها، وهو في الوقت الحالي بيحاول
يمضي الوقت في اي حاجه، وبيلاحظ ان السكن بتاع قادة الطائفه كتب وان هي شرهه جدا بالنسبه للقرايه، ولسه بيمد ايده على الكتب. قادة الطائفه بتقول له ما تلمسش اي حاجه بتاعتي، وبتساله ان في روايه قاعده تنتشر في الطائفه عن تشين وكمان وعاء العسل بتاعها اللي هي بتمتص طاقته، تعرف حاجه عن الموضوع دوت ولا لا؟ او بتقول له ان هي ما قرتش الروايه لكن هي سمعت عنها، وان اللي بيعمل كده واحد اسمه الفتى الموقر المستقيم من جبل الخريف، تعرفوا على؟ او لا اقسم بالله ما اعرف حاجه، بقى واحد في وسامتي وجمالي وحلاوتي ممكن يكتب كتاب خليع زي دوت؟ لا طبعا. او بتقول له قادة الطائفه احنا لو استثنينا الرسومات الخليعه الزباله اللي موجوده في الكتاب هو فعلا بيعرف يكتب شويه قصص. او بتصدم شياوم من ردها عليه وبيحس ان يو يونج الشخص اللي فات ده اللي كان بيمطره بالاحسان كان هي. او بتقول له قادة الطائفه كويس ان انت اللي ما كتبتش الكتاب دوت، والا كانت هتعاقبه عشان خاطر تشين، ودلوقتي هو عنده وقت فراغ كتير يقدر يروح يكتب. قصدها ان هو يقدر يروح يقرا يعني عشان يثقف نفسه. او بيفهم شياوم ان قادة الطائفه عارفه ان هو اللي عمل الكتاب دوت وان هي عايزاه يكتب اكتر واكتر لكن عايزه تحافظ على السريه بتاعه الهويه بتاعته. او بتكون قادة الطائفه معجبه جدا بالروايه اللي هو قراها يا سافله. او بيحاول شياو بعدها انه يطور اصبع السكينه للمستوى اللي بعديه، ورغم انه معاه ازيد من 120 نقطه اصل لكن برضه ما بيتطورش. وبيفكر شياو نغير الاولويه بتاعته وانه يحصل على مهاره قتاليه من زعيمه الطائفه. وبيبتدي يلمح لزعيمه الطائفه ان هو كل ما بيستخدم باصبع السكينه الطاقه بتاعته بتستنزف بسرعه وان جسمه كله ابتدى يوجعه. او بتعرفوا قادة الطائفه انه لازم يتوقف في الوقت الحالي ان هو بيعاني من نقص طاقه شديد جدا. وبيعرفوا انه اتمرن على المهاره اللي اديتها له تشين لكن مع ذلك طاقته لسه قليله. وبتعرفوا زعيمه الطائفه ان المهاره اللي اديتها له تشين دي ملهاش اي لازمه غير انها بتنشط حيويته وبس، طبعا كلنا فاهمين. وبتقول له بما انك بتيجي هنا كل يوم عشان تعالجني جه الوقت ان اديك جايزه. او بيحس شيوان التلميحات اللي فضل يديها لها في الايام اللي فاتت ما راحتش هدر. وتعرفوا ان هي هتدي له افضل الفنون القتاليه اللي موجوده في العشيره عشان ما يجيبش الخزل مؤسس العشيره. وبيقدر شيوان يدخل المهاره الدفاعيه اللي حصل عليها جوه النظام وبيعرض التفاصيل بتاعتها كامله. وبيشرح لنا شيوان ان اكتشف فايده تانية للنظام انه مجرد ما بيفهم المهاره بتخش اوتوماتيك للنظام وبالشكل ده مش هينساها ويقدر يطورها بشكل مباشر. وتعرفوا زعيمه الطائفه ان المهاره اللي معاها ده المستويات البدائيه بتاعتها سهله جدا لكن كل ما بتتطور كل ما بتبقى اصعب. وبيعرفوا شيوان ان هي امبارح قالت له عن الفتى الموقر وان هو عايز يدور عليه عشان يعرف مين اللي كتب الروايه دي. وبتساله هو عايز ايه بالظبط. وبيطلب منها ان هي تديله رمز سلطه عشان يقدر يدور على الفتى اللي بيكتب الروايات دي كلها. وبتبص له زعيمه الطائفه وبتقول له انت فعلا عندك شويه جرأه غريبه. وبتصدم شيوان ان مجرد النظره في عينيها بس ثبتته مكانه من كتر القوه بتاعتها. وبتديله بعدها رمز السلطه بتاعتها. وبتعرفوا ان هي هتديله الرمز ده لمده 3 ايام وان كل الناس مجبره انها تسمع كلامه زي ما بتسمع كلامها. وبتعرفوا ان هو دلوقتي الخادم بتاعها وكمان الشخص اللي بيعالجها وان هو لو احتاج اي حاجه يقولها لها على طول من غير لف ولا دوران، يعني ما تعملش صايع رحمه. وبتعرفوا ان هي ما بتحبش الناس اللي حواليها ان هم يتذاكوا عليها. وبتأثر شياو جدا وبيحس ان زعيمه الطائفه مختلفه عن بقيه الستات اللي موجودين في العشيره. وزعيمه الطائفه بتعمل عبيطه بتقول له من الافضل ليك ان انت بعد ما تمسك الشخص اللي بيكتب الروايات دي يعمل الجزء الثاني منها بسرعه. وبيعرفها شياو ان هو خلاص اول ما يمسكه هيفضل يجلد في امه لغايه لما يكتب الجزء الثاني بتاع الروايه. وبيقرر شياو انه يستخدم رمز السلطه اللي اديتها له زعيم العشيره عشان يقدر يعمل كل اللي هو عايزه في الناس اللي كانت بتضايقه قبل كده. وبيبتدي يروح للمكان اللي بيتجمع فيه الشباب اللي كانوا بيضايقوه. وبيبتدي الشباب يتجمعوا حواليه ويتنمروا عليه زي العاده. وشياو بيبتدي يقول لهم وسع ياضي عبيط منك ليه. وبيجي واحد كده بدماغه مربعه وبيقول له بص يا باشا انت حته خدام عبيط واحنا التلاميذ هنا انت ما تقدرش تعمل لنا اي حاجه. وبيقول له شوف بما انك عايز تموت فانا مش هقدر امنعك. وبيبتدي يديله كف خماسي الابعاد حرفيا والواد بيكون مصدوم من الكف اللي خده وبيقول له انت بتعمل ايه يا عبيط انت. والشباب كلهم بيكونوا مصدومين من شياو لان هو اتمد ايده على واحد من التلاميذ الطائفه. وبيسرق شياو رمز السلطه بتاعه وبيصدم كل الطلاب. وبتكون العيال هنجت جدا بسبب الرمز اللي معاه واعلى رمز موجود في العشيره. وبيقول لهم شياو ان هو شاكك فيهم ان هم المجموعه اللي بتكتب الكتب الاباحيه بتاعت الفتى الموقر المستقيم في جبل الخريف. وبيبتدي يضربهم وبيقول لهم ان هو هيبتدي ينفذ العداله اللي موجوده في الطائفه عليهم. وبيحاول التلاميذ ان هم يدافعوا عن نفسهم ويقولوا انه مش هم اللي كتبوا الروايات ديت. وشياو بيعمل عبيط وبينزل ضرب فيهم برضه بما ان هم ما يقدروش يلمسوه بسبب الرمز اللي اديته له زعيمه الطائفه. وبيكتسب نقاط اصل كتيره جدا من الشباب اللي فضل يضرب فيهم. وبيكون شياو مبسوط من المكان اللي قدر يوصل لها بالشكل ده بشكل سريع جدا. وبيروح بعدها للمكان اللي فيه بيت شين وتشين والخدامه بتاعتها بيرحبوا بيه بشكل غريب جدا. وبيحس شياو ان الاخبار في العشيره بتنتقل بشكل سريع جدا وعشان كده هي كانت بترحب بيه. وبيحاول شياو انه يغير خطته عشان يقدر يعصبها ويكسب نقاط اصل منها. وبيعرفها انه مش هنا عشان يشرب الشاي وانه موجود هنا عشان يدور بخصوص الناس اللي كتبت الكتب الاباحيه اللي هي عنها. وبيعرفها شياو ان الكتاب مليان تفاصيل جدا مستحيل تكون مزيفه وعشان كده بيجي عشان يسالها انت عندك كام شخص بتمتص حياته وعارف عندك كل التفاصيل دي. وبتعرفوا
وبياخد شين ان هو شخص واحد بس اللي يعرف عنها كل حاجه، وبيكتب شين في الكتاب اي 11 ده انت معاكي فريق كوره بقى. وبتصدم شين وبتقول له لا 11 ايه، هو واحد بس، واحد جوزي. وبيقول لها شين ايه 21، انت حتى ما سبتيش اللي في الاحتياط، حرام عليك يا شيخ. تتعصب شين جدا وبتقول له انت عارف كويس قوي ان مفيش حد انا متجوزاه غيرك، ومفيش حد يعرف التفاصيل دي عني غيرك. وبيقول لها شياو ايه 91 شخص، انت دخلتي على الجمهور. وبتتعصب تشين جدا وبتكون في اخرها. وبيطلع شياو الرمز بتاع السلطه بتاعه بيصدم تشين، بيقول لها انت ما تقدريش تتحديني اصلا. وبتقول له تشين كفايه تمثيل، انا عارفه ان انت اللي كتبت الكتاب دوت. وبيقول لها شياو ان هي ما عندهاش اي دليل، وبالشكل ده ممكن يقضيها قضيه افتراء عليه. وبيعرفها شياو ان هو جاي عشان حاجه تانية خالص، وان هو طالب منها ان هي تساعده في حاجه هو عايزها، وهي ما تلوموش عشان هو لو هي ما ساعدتوش هو هيعمل حاجه هتضايقها جدا. وبياخد تشين وبيبتدي يلف في العشيره كلها بما ان الثقل بتاعها عالي جدا. وبيبتدي يستغل تشين عشان يقدر يضرب كل الشباب اللي موجودين في العشيره. وبيبتدي شياو ان هو يتهم كل الناس اللي موجودين في العشيره، وبيستغل تشين عشان تضربهم، وبالشكل ده يقدر يجمع نقاط اصل بشكل اسرع. وبتقول له تشين كفايه كده، انا حرفيا قربت اضرب كل العشيره بسببك. وبيقول لها شياو حرام عليك، انا بعمل اصلا كل ده عشانك، عشان اشوف مين اللي كتب الروايه القذره دي عنك يا حبيبي. وبينتقل بينا المشهد بعدها لسكن المنفذي، واللي بيسمع تشين بعدها وهي بتشتمه حرفيا قدام بيته. وبيقول لها انت جايه ليه هنا يا بنت انت وجايه تشتميني. وبيكون شياو هو اللي عامل كده عشان يخلي تشين تجذب انتباهه عشان هو يتسلل للبيت بتاعه. وبيكون داخل البيت عشان يسرق اي حاجه عشان يدخله في نوبه غضب ويكسب نقاط اصل اكتر. وبيبتدي يحرك شويه حاجات في المكتبه، وبسبب ده بيفعل آلية معينه وبيظهر له المكان اللي بيخبي فيه حاجته. وبيلاقي ان الخزنه دي فيها حاجات كتيره جدا، وكمان فيها ملابس داخليه للنساء. ايه ده يا عم ده. وبيلاقي كمان رساله غريبه وبيفتحها وبيتصدم من اللي موجود جواها. وبينتقل بينا المشهد بعدها لزعيمه الطائفه، وشياو بيقول لها ان في مؤامره كبيره عليها، وبيعرفها ان الشيخه الاولى اللي موجوده في العشيره هي كمان بتتامر عليها عشان تاخد المنصب بتاعها، وان هو قدر يستنتج ده من خلال الادله اللي موجوده في الرساله دي. وبيرسم لها كمان الملابس الداخليه اللي لها في الخزنه، وبتعرف من شكل الملابس الغريبه ديت ان هي فعلا الشيخه الاولى هي اللي بتتامر عليها. وبتعرفوا زعيمه العشيره ان بينها وبين الشيخه الاولى اللي في العشيره مشاكل كتيره، وبيقترح عليها شياو ان هي تحبسها، وهي بتقول له ان الموضوع مش سهل كده زي ما انت ما فاكر يا عبيط. وبتعرفوا ان زعيمه الطائفه السابقه هي اللي خلتها زعيمه حاليه، وان هي في الوقت الحالي كانت قوتها اكبر من اي حد موجود، لكن هي معنى كده ان هم لو اتجمعوا عليها هي الاربعه هتخسر. ومش معنى ان هي زعيمه الطائفه في الوقت الحالي ان هي بتمتلك كل موارد العشيره، لا، موارد العشيره متقسمه عليها هي والموظفين الاربعه، قصدي الشيوخ الاربعه اللي موجودين يعني. وبتفهموا ان الشيخه الاولى هي الزعيمه الحقيقيه اللي موجوده اصلا للشيوخ الاربعه، وبالشكل ده سلطتها اقل منهم بكتير، لكن ده معناه ان هي مش ضعيفه. وبيعرفها شياو ان هو هيقف جنبها مهما حصل. بتعرفوا زعيمه العشيره ان كلامه جميل جدا، وان هو لو قدر يساعدها هي هتقدر تتحكم في كل الاقسام، وساعتها هتوعده ان مفيش حد هيتنمر عليه في العشيره كلها. وبيخبي شياو وشه وبيحط ايده في بقه، ايه يا عم انت بتعمل ايه. وبيبتدي يعمل نفسه كانه بيعيط مكان اللعاب بتاعه، وبيمثل قدامها ان هو متاثر جدا بكل الكلام اللي هي بتقوله، وان هو هيساعدها مهما حصل. وبيعرفها ان هو هيزود من طاقته عشان يقدر يساعدها في المراحل اللي جايه. وبتكون زعيمه الطائفه متاثره جدا بكلام شياو، ويكون شياو بينه وبين نفسه مصدوم لان هو اتجر لدوامه كبيره جدا جوه العشيره، وان هو في الوقت الحالي لازم يحسن من قوته بشكل اسرع وبيستغل شياو الفرصه وبينشر اخر فصل موجود في الروايه بتاعته، وبيعلن عن نفسه هو وتشين وان في مذنب نزل عليهم قتلهم، وان دي نهايه القصه وانتهى الموضوع على كده. وبيحط في اخر صفحه في الكتاب اسمه وصورته عشان الناس كلها تعرفه من النهايه الصادمه دي، والناس كلها تكون غضبانه منه. وبتكون الناس متعصبه جدا بسبب اخر فصل كان زباله حرفيا، وبتعصبوا وبيكونوا عايزين يموتوه. وبتكون كل الشباب بتاعت العشيره متعصبين جدا بسبب اللي عمله في اخر فصل وعايزين يموتوه حرفيا. وبيتعصب الشباب اكتر واكتر لما بيعرفوا ان زعيمه الطائفه كانت عاقبت تشين اصلا لما هجم على ضريح الاجداد، وبالشكل ده مش هيقدروا يعملوا له اي حاجه اصلا. وفي الوقت ده شياو بيكون مبسوط جدا لانه قدر يجمع نقاط اصل كتيره جدا. وفي نفس الوقت دوت بيكون شياو بيتمرن على المهاره الجديده اللي هي الدفاع السماوي للمستوى التمهيدي عشان يقدر يدخلها جوه النظام. وبينتقل بينا المشهد بعدها للاجتماع اللي بتعمله زعيمه العشيره كل شهر، وبيجي بعدها الشيوخ الاربعه بس بيبعتوا تلاميذهم، لكن الشهر ده كان مختلف وهم جم بنفسهم، وده حتى ان الشيخه الاولى هي كمان حضرت الاجتماع شخصيا. وبيكون الشياو حاضر الاجتماع كمان بما انه الخادم الخاص بزعيمه العشيره. وبترحب زعيمه العشيره بالشيخه الاولى، وبتبتدي الشيخه الاولى ان هي تتكلم مع زعيمه الطائفه بشكل غير مناسب معاها، وبتعرفها بما ان الشياو اقتحم ضريح الاجداد لازم يموت، وان هي العقاب اللي عملته فيه ده مش هيكون كفايه ابدا. وبيفهم شياو ان هم قاصدين يعملوا دوت عشان يحرجوا زعيمه العشيره، وان هي كمان مش قادره تحمي مجرد خادم عندها، فبالشكل ده يقدروا يهزوا الهبه بتاعتها. وبيبتدي يضغطوا بعدها على زعيمه الطائفه عشان تقتل الشياو. وبتكون زعيمه الطائفه حزينه جدا وغضبانه في نفس اللحظه
اللحظة لأن العشيرة بتتدهور بسرعة، وبتتلكك زعيمة الطائفة وبتقول لهم إن الشاو عنده جسد فاضل وإن هو شيء مميز جدا وعشان كده هي خلته تلميذ ليها، وبتقول لها الشيخة الأولى جسد فاضل موهوب، ما كنتش أعرف إن أنتي ممكن توصلي للدرجة دي عشان تحمي مجرد خادم عندك. وبتقول لها كمان إن هي مش عارفة في الوقت الحالي إنتي مودية العشيرة على فين، إن أنتي مجرد خادم بتعمله عشانه كل ده. وبتعرفهم الشيخة الأولى على شيما التلميذة بتاعتها وإن هي بس بقالها 3 شهور بتتدرب وقدرت توصل للطبقة الثالثة في المملكة، وإن لو شاو قدر يصمد ضدها لفترة انطفاء شمعة هتعترف إن هو موهوب جدا وهتنتهي الموضوع على كده. وبيكون كل التلاميذ اللي موجودين في العشيرة مصدومين جدا منها لأن هي في 3 شهور بس قدرت توصل للطبقة الثالثة في المملكة المكتسبة. وبتعرفهم زعيمة العشيرة إن اللي بيحصل ده غير عادل لأن شاو ما بقالوش بيتمرن على الطاقة غير أزيد من شهر واحد بس. هو بيتدخل نص كلام زعيمة الطائفة بيقول لها إحنا مستحيل نستسلم، اسمحي لي إن أنا أقضي على أي حد بيقلل من هيبتي كمعلمة. وبينتقل بينا المشهد اليوم التاني اللي في المكان اللي بتتمرن فيه تشين، وبتكون تشين بتتمرن وقادرة إنها تتمرن طاقتها بشكل بارع جدا. وبيدخل عليها شاو بيقول لها كويس إن أنت كنت بتتمرني، وبتسأله تشين إذا كان هو في الوقت الحالي بيكتب الجزء التاني من الكتب اللي هو قاعد يكتبها دي ولا لا. وبيقول لها شاو إن في حد وقع بيه وإن اللي حصل ده مستحيل يحصل منه. وبتقول له بطل هبل يا لا أنت عايز إيه مني بالظبط. وبيطلب منها شاو إن هي ترشده في التدريب على مهارة الدرع السماوي. وبيكون شاو ما عندوش أي حد تاني حرفيا عشان يقدر يمرنه بسرعة وسهولة. وبتعرفها الخادمة بتاعتها باللي حصل في الاجتماع بتاع الطائفة، وبتبتدي تشين تتنك عليه حرفيا بعد ما عرفت اللي حصل في الاجتماع وان هو دلوقتي في ورطة ممكن يموت بسببها. لكن شاو بيكون نصيع منها حرفيا وبيقول لها ان احنا الاتنين مربوطين في الموضوع دوت بالظبط. وبيقول لها تعتقد ان هم هيعملوا ايه؟ خلاص مني هيروحوا ليكي على طول لان انت التلميذة المباشرة زعيمة الطائفة. وبتفكر تشين بعدها في الكلام اللي بيقوله، وبتعرفوا تشين ان هي ما عندهاش مانع انها تمرنه لكن ايه اللي هتاخده في المقابل. وبيعرفها شاو ان هو مش هيكتب اي روايات عنها تاني خالص. وبتوافق تشين بعدها على الصفقة دي، وبتبتدي تشين بعدها تمرنه ازاي يدور الطاقة الداخلية بتاعته جوه نفسه. وبتعرفوا تشين انه حتى لو فهم الاساسيات فهو ما عندوش وقت عشان يصبح ندا لشيما. بيقف شاو بيقول لها بص يا زوجتي في حاجتين عندي لا مثيل لهم، وجهي جميل ومهارتي في فنون القتال، فهمت يا روحي. وبيبتدي شاو فعلا يتمرن على مهارة الدرع السماوي، وبيكون مبسوط لانه قدر يوصله للمستوى التمهيدي اخيرا. وبيشوف شاو ان هو قدر يجمع 154 نقطة طاقة. وبيعرض المهارات بتاعته اللي هي زي الكو يونج واللي بتكون تخطط المستوى الاعلى وهي دلوقتي في المستوى الثاني. وبيعرض كمان تفاصيل المهارة بتاعت اصبع السكينة واللي بتكون برضه في المستوى الثاني. وبيعرفنا شاو انه ما عندوش اي اختيارات تانية غير انه يطور الدرع السماوي لان المهارة الاولانية وصلت لاقصى حد ليها، والمهارة الثانية بتاعت اصبع السكينة لسه ما وصلتش للمتطلبات بتاعت نقاط التطور بتاعتها. وبما ان المهارة بتاعت الدرع السماوي وصلت للمستوى التمهيدي فهو بيقدر دلوقتي يعلي مستواه ويبتدي يضغط على الشاشة قدامه ويقدر يطور فيها بشكل كبير جدا. وبيحس شاو ان في طاقة غريبة ابتدت تنتشر في جسمه وان الطاقة دي كبيرة جدا وقعدت تتدفق في كامل جسمه كله، وبسبب دوت بيكون مش قادر يسيطر على جسمه نهائي، والمكان كله بيشع بالنور بسبب كمية الطاقة اللي هو قاعد يطلقها. وبيفوق شاو بعدها وبيكون مصدوم من اللي حصل له لانه داخ مرة واحدة بسبب الزيادة المفاجئة في الطاقة. ومجرد ما بيسند على السرير اللي هو قاعد عليه بيقع، وده بيكون حصل له لان قوته زادت بشكل كبير جدا لدرجة انه مبقاش قادر يسيطر عليها. وبنفهم انه بسبب ان هو فضل يتطور في المهارة بتاعت الدرع السماوي جسمه بقى افضل واحسن وكمان مستوى طاقته زاد. وبيعرض شاو تفاصيل الحالة بتاعته من النظام، وبيكون دلوقتي ان هو في الطبقة الثالثة من المملكة المكتسبة. وبيعرض شاو تفاصيل المهارة بتاعت الدرع السماوي، وبنفهم ان هي دلوقتي تخطت المستوى الاعلى ليها وان هي كمان تقدر تدافع عن جسمه بشكل اوتوماتيك حرفيا. وبيفكر شاو ان هو لو اتعلم فن قتالي بيرجع له الطاقة الفطرية بالشكل ده مستحيل يكون حد يقدر يهزمه اصلا. وبيعرفوا ان رغم ان الموضوع كلفه 140 نقطة اصل انه كان يستحق بالكامل المستوى اللي هو وصل فيه. مبسوط جدا انه قدر في ليلة واحدة انه يتخطى طبقتين ويقدر يوصل للطبقة الثالثة في المملكة المكتسبة في ليلة واحدة حرفيا. وبيجي اليوم بتاع المنافسة مع شياو وشيما مع بعض، وبيشرح لنا شياو رغم ان هو وصل دلوقتي للطبقة الثالثة في المملكة المكتسبة لكن النظام قدر يخفي قوته ومفيش حد اكتشف ده. وبتعرفوا شيما ان هو المفروض يستسلم، ان هي لما بتقاتل بتبقى واحد تاني خالص وممكن تموته. وبيكون شاو مستغرب جدا لانها بنت لطيفة وبتحاول ان هو يخليه يستسلم خوفا عليه. وبيعرفها شاو ان هي تقدر تهاجمه للفترة اللي هم اتفقوا عليها وان هو هيستحملها مهما حصل لانه راجل لمؤاخذة. ولسه الواد ما كملش كلامه وعينه لقى رجل ضربة في وشه حرفيا. وبتقول له شيما انا لسه ما ابتديتش مش عايزاك تموت حرفيا. وبتبتدي تديله لكميات في كل حتة في جسمه. وبتتحول البت حرفيا في الشخصية بتاعتها وبتقول له سيبنا متع نفسي بضربك يالا. اللي
اللي في العشيرة لما بيشوفوا الشاو بيتضرب بيكونوا مبسوطين جدا من شيما. وبتعرفنا الشيخة الأولى إن شيما موهوبة جدا واستثنائية، وإن هي لما بتبتدي القتال بتتحول تماما، وإن موهبتها عظيمة جدا لدرجة إن هي لما بتبتدي القتال ممكن الناس تناديها بآلهة الحرب. وبيكون شاو مصدوم جدا من كمية الضرب اللي جسمه قاعد ياخدها، والتلاميذ العشيرة بيكونوا مصدومين من اللي بيحصل في الشاو، لكن في نفس الموقف بيكونوا مبسوطين جدا بسبب اللي بيحصل له. أما بالنسبة للتلميذات بتوع العشيرة بيكونوا متضايقين جدا بسبب اللي بيحصل في الشاو. وبيعرفنا الشاو إن الدراع السماوي بعد ما تخطى المستوى بتاعه قدر يتصدى للضربات دي بشكل اوتوماتيك، وعشان كده هو ما اتصابش بشكل كبير. وان لما شيما كانت بتضربه حس باحساس غريب جدا في الطاقه بتاعته، وبيبتدي شاو يفعل الطاقه بتاعته بيظهر الشكل بتاع الدرع السماوي. وبتفهم زعيمه العشيره ان شاو قدر يتقن الدرع السماوي بالكامل، وتشين بتكون مصدومه لان هي اللي كانت بتعلمه المهاره ديت، وان هو ما كانش عارف الاساسيات بس لغايه امبارح. وبيحاول شياو ان هو يعصر شيما وبيقول لها تقدري تضربيني براحتك، ولا اي ضربه من ضرباتك دي اصلا هتاثر فيا، انا كده كده مش هرد عليك الضرب. وبتكون التلميذات اللي في العشيره متاثرين جدا بيه وبجماله، وبتقول يوريو لتشين ازاي ما ضربش واحده ست قبل كده، ده ضربني قبل كده بالقلم والله العظيم، وفضلت تعيط. وبتتحول شيما حرفيا وبتهجم عليه بكل قوتها وسرعتها، وبتكون الضربه قويه جدا على جسد شياو. وبيعرفنا شياو ايوه هو ده الاحساس اللي انا بتكلم عنه حرفيا. وبيعرفنا شياو بما انه استخدم النظام عشان يقدر يوصل للطبقه الثالثه من المملكه المكتسبه، الطاقه بتاعته دلوقتي مش مستقره، وبسبب الضربات اللي بتضربها له شيما في الوقت الحالي الطاقه بتاعته بتهدى وبتبتدي تثبت في القواعد بتاعته، لدرجه ان المكان اللي بتضربه شيما الطاقه اللي موجوده فيه في المسارات بتاعتها بتتفتح فورا. ولسه شياو بيقول لها اضربي يا ست الكل براحتك، راحت البت مدياله بالرجل في وشه حرفيا، ووش شياو حرفيا بيكون جزامه وبيقول لها كملي ولا يهمك يا ست الكل، لدرجه ان هي كل ما بتضربه حرفيا كسرت بيه الحلبه، بيقول لها كمان اكتر عايزه توب. وبتكون الشيخه الاولى مصدومه جدا من شياو لانه ما اتعلمش الدرع السماوي بالكامل بس لا ده كمان انتقل للطبقه الثالثه من المملكه المكتسبه، وبتفتكر ان زعيمه العشيره هي اللي خبته بشكل صريح جدا عشان تقدر تستخدمه في الاوقات المناسبه. وبتكون شيما في قمه الحماسه ولكنها مجهده من كتر الضرب في الشاو، وبيقول لها شاو كملي مفيش عندك عايزه توب. وبتتصدم شيما بعدها لان الشمع وده الوقت اللي كانوا متفقين عليه احترقت بالكامل، وده معناه ان الوقت انتهى بالكامل. وبيستخدم شياو اصبع السكينه عليها عشان الاجهاد اللي موجود عندها كله يروح. وبتستغرب شيما جدا لان هي قدرت تسترجع كل الطاقه الفطريه بتاعتها. وبيعرفها شياو ان هو عالجها عشان تكمل ضرب فيه حرفيا، وبتعتذر له شيما لانها مش هتقدر تضربه اكتر من كده. وبيتعصب عليها شياو بيقول لها انت ضعيفه يا بنت، اذا كنت ما تقدريش تضربيني وانا ما بعملش اي حاجه، امال الناس اللي بره الطائفه دول هتعملي فيهم ايه؟ هتقزقزي معاهم سمك. او بيبتدي شياو يشجع فيها حرفيا عشان هي كل ما بتضربه كل ما طاقته بتستقر اكتر واكتر. وبيعرفوا ان هي لازم تبقى جريئه شويه عشان تقاتله عشان تقدر تحمي العشيره. وشيما بتكون مصدومه جدا من الكلام دوت لدرجه ان البنت بتتاثر وبتقعد تعيط حرفيا، في الاول كانها بتقول يلا يعني يا وحش والله العظيم ما مكلماك تاني. والشيخه الاولى بتكون غضبانه جدا بسبب النتيجه لان الشاو كسب المباراه بسبب انتهاء الوقت. وبتقول له الشيخه الاولى بما انك اهنت الطالبه بتاعتي فانت لازم تروح للجحيم حرفيا يا ولد. وبتتدخل زعيمه الطائفه وبتصد الضربه وبتدافع عن شياو. وبتكون الشيخه الاولى مصدومه لان زعيمه الطائفه قدرت تشفي نفسها لا وكمان تتقدم في الزراعه بتاعتها. وبتتدخل بعدها زعيمه الطائفه وبتقول ان شياو هو اللي كسب لان الوقت بتاع المباراه انتهى زي ما كانوا متراهنين بالظبط. وبتقول لها الشيخه الاولى ان هي موافقه ومفيش مشاكل في الموضوع دوت خلاص. وبتحس الشيخه الاولى ان الزعيمه ضحكت عليها لان شياو قدر يوصل للدرع السماوي لاقصى مستوى ليه. وبينتهي الحدث بتاع المباراه في اللحظه ديت. وبتكون تشين مصدومه من الاجواء اللي حصلت لان هي بتحس ان شياو كان مجرد تلميذ داخلي للزعيمه وهي كانت مخبيه كل الفتره اللي فاتت ديت. والناس اللي في العشيره بتظن غلط في شياو ان زعيمه الطائفه هي اللي كانت مخبيه وبتمرنه عشان يقدر يوصل للمستوى ده من المهارات. وبيظهر لشياو نقاط الاصل اللي قعدت تزيد كل شويه بسبب المشاعر اللي بيكتسبها اللي حواليه بسبب ان هو فاز في المباراه وصدمهم كلهم. وبيكون فرحان ان طاقته دلوقتي مش اتثبتت بس بسبب المباراه لا ده كمان كسب نقاط اصل. وبتعرفهم زعيمه الطائفه ان الموضوع انتهى في المباراه لغايه هنا وان مش مسموح لاي حد انه يشتكي تاني من شياو. وبينتقل بينا المشهد بعدها للمكان اللي فيه زعيمه الطائفه وبيجي شياو بيقول لها ايه رايك في اللي انا عملته النهارده يا ريس. لكن زعيمه الطائفه بتبتدي انها تكح دم من بقها بشكل غريب جدا وبيصدم شياو جدا من اللي بيحصل لها. وبتعرفوا زعيمه الطائفه ان قدرت تشفي نسبه 70% من الاصابات لكن لما اتصدت للشيخه الاولى بسبب الهجوم اللي حصل ده والتصادم اللي حصل ما بينهم الاصابات بتاعتها رجعت لها تاني. وبيستخدم شياو اصبع السكينه عليها وبيبتدي يشفيها من الاصابات الداخليه بتاعتها. وبتكون زعيمه الطائفه بتقول لشياو شكل اصبع السكينه بقى ولان انا اتشفيت المره دي بشكل اسرع بكتير. وبيتحجج لها شياو بيقول لها لان اتقنت الدرع السماوي لكن هو بينه وبين نفسه بيكون استغبى واستخدم اصبع السكينه بكل قوته مش بنسبه 30% بس زي المرات اللي فاتت. وبتعرفوا زعيمه الطائفه ان هو مستحيل يتقن الدرع السماوي بالشكل ده بمنتهى السهوله. وبيتحجج شياو بعدها ان مباركه مؤسسه الطائفه
الطائفة اللي كانت متجسدة جواه هي اللي خلته يتقنه بالشكل ده بمنتهى السرعة، وبتعرفوا زعيمة الطائفة إن هي تصدقه في الوقت الحالي، يعني من الآخر كده عاملة عبيطة بمزاجها، وبيحس شياو إن الموضوع عدى على خير المرة دي وإن حظه كان حلو، وبيسألها شياو بعدها أنت بتفكري في إيه بالظبط، وبتعرفوا زعيمة الطائفة إنها بتفكر في حالة الاضطراب اللي بتحصل في الطائفة دلوقتي وبسبب المشاكل اللي هي فيها، وبيعرفوا شياو بما إن زعيمة الطائفة في الوقت الحالي إصاباتها ابتدت تخف، الشيخة الأولى مش هتقدر تعمل أي حاجة وهنقدر نهزمها في منتهى السهولة، وبتقول له الزعيم الشياوي إن دلوقتي بما إن الشيخة الأولى عرفت إن أنا شفيت هتتحد دلوقتي مع التلات شيوخ التانيين عشان يقدروا يسيطروا على العشيرة ويهزموني، وبتعرفوا إن الفنون القتالية بتاعتها هي أعلى واحدة في العشيرة، لكن لو اجتمع معاهم الأربع شيوخ مع بعض مش هتقدر تعمل حاجة وهيقدروا يهزموها بسهولة، وبتعرفوا إن الإصابات بتاعتها مش بسيطة زي ما هم فاكرين، لا ده كمان إصبع السكينة اللي هو بيستخدمه صعب إنه يشفيها بشكل كامل، وجسمها كمان ابتدى يتعود على إصبع السكينة وابتدى يقاوم مناعة ضده، وبتعرفوا زعيمة الطائفة إن لو الشيخة الأولى قدرت تضم بقية الشيوخ في صفها هتكون مشكلة كبيرة جدا، وبيشجعها شيو وبيعرفها إنه يستخدم إصبع السكينة لغاية لما يخليها تخف تماما، وبينه وبين نفسه بيقولوا إنه لازم يرفع مستوى إصبع السكينة للليفل التالت عشان يقدر يشفيها بالكامل، وبتكون زعيمة الطائفة مبسوطة جدا بسبب الكلام اللي قاله شيو، وبتعرفوا إن اسمها الحقيقي هو يوغيو، وبيتأكد ساعتها شيو إن الشخص اللي كان قاعد يمطر عليه بالإحسان بسبب الرواية بتاعته هي زعيمة الطائفة، وبتقوله بما إنك هزمت التلميذة بتاعت الشيخة الأولى لازم أكافئك بحاجة، وبيعرفها شيو إن هو محتاج مهارات قتالية عشان يقدر يقف جنبها ويساعدها، وبتصدمه الزعيمة وبتقوله إن المهارة الوحيدة اللي مناسبة للرجال في عشيرتها هي مهارة الدرع السماوي وعشان كده اديتها له، لكن بقيت مهارات العشيرة كلها للنساء، وبتديله تذكرة عشان يخش المكتبة بتاعت العشيرة، وبالشكل ده لو لقى مهارة مناسبة ليه يقدر يتعلمها بسهولة، وبيكون شياو فرحان جدا بسبب التذكرة ديت، وبتعرفوا زعيمة الطائفة إن هو لازم يبعد عن الأضواء في الوقت الحالي لأن الشيخة الأولى ممكن تتلكك له في أي حاجة وهي في الوقت ده مش هتقدر تعمل له أي حاجة ولا تدافع عنه بسبب إن هي ضعيفة، وبيديها شياو التمام وبيقول لها مش هخلي أي حد يغضب مني في العشيرة في الوقت الحالي على الأقل، وبتقول له زعيمة الطائفة هي مش عارفة إيه اللي جاي ومش عارفة إذا كان هي اللي هيكون ليها الضحكة الأخيرة في الموضوع دوت ولا لأ، وبيشجعها شياو وبيطلب منها إن هو ينصرف في الوقت الحالي، وبينتقل بينا المشهد بعدها للشيخة الأولى والتلميذة بتاعتها، وبتكون الشيخة الأولى مصدومة إن زعيمة الطائفة قدرت تشفي نفسها وكمان مستوى الصقل بتاعها زاد، وبتعرفها شيما إن شياو بيمتلك مهارة علاجية على كل الطاقة الفطرية اللي في جسمها، وبالشكل ده ممكن يكون هو اللي ساعد زعيمة الطائفة وقدر يعالجها، وبتكون الشيخة الأولى مصدومة جدا بسبب اللي حصل دوت وغضبانة في نفس الوقت وعايزة تتخلص من شياو، وبينتقل بينا المشهد بعدها لشياو وهو بيخطط هيعمل ايه في الخطوة الجاية عشان يقدر يتصدى للشيخة الأولى، وبين شياو إنه ما يقدرش يستخدم نفس التكنيك اللي كان بيستخدمه قبل كده على الطلاب عشان يجمع نقاط الأصل باستفزازهم لأن الشيخة الأولى ممكن تستغل الموقف دوت وتقتله، وبيفتح شياو بعدها نافذة النظام بتاعته عشان يشوف الانتقال ما بين العوالم نظامه ايه، وبيعرض شياو الحالة بتاعت نافذة النظام بتاعته، وبيكون مصدوم جدا من اللي شايفه، وبيعرض عليه النظام فترة الراحة الخاصية الانتقال ما بين العوالم انتهت، هل انت عايز يا معلم تنتقل ولا لا؟ وبيعرض له اشعار ان الباحث عن العوالم وجد عالم عشوائي اسمه عالم تشام، وبيستغرب شياو النقاط الاصل المطلوبة انه يعملها دلوقتي هي 18 عشان يتنقل للعالم مع ان العالم السابق خد منه 8 بس، وبيحس ان نقاط الاصل بتزيد كل مرة فينتقل فيها، وبيستخدم فعلا 18 نقطة الاصل عشان ينتقل للعالم دوت. بس لغاية هنا بينتهي الجزء بتاع النهارده، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وشكرا جدا لكل اللي دعموني.